في قصص بتحصل في الحياة لو سمعتها من حد ممكن ما تصدقهاش، بس لما تلاقي البوليس نفسه وقف قدامها مش عارف يفسرها، ساعتها لازم تسأل نفسك: هي الشقة دي فعلا بتتنفس ولا في حاجة تانية مستخبية؟ اشترك في القناة علشان اللي جاي أغرب بكتير. كانت بنت اسمها سامانثا هارتسو عايشة لوحدها في شقة صغيرة في نيويورك. شقة عادية، بس من أول ما دخلتها وهي حاسة إن في حاجة غلط. في الأول بدأت تحس بهوا غريب يخرج من حيطة الحمام، هوا مش طبيعي، كأن في حد بيتنفس من وراها. وبعدها بدأت تسمع أصوات، حاجات بتخبط، حاجات بتتحرك، كأن في حد عايش معاها وهي مش شايفاه. وفضلت كده أيام لحد ما قررت تدور ورا المراية اللي في الحمام. المفروض إن المراية دي ثابتة في الحيطة، بس لما شالتها اكتشفت فتحة كبيرة وراها، فتحة سودة، والهوا البارد كان بيجي من هناك. طبعا أي حد طبيعي كان هيقفلها ويبلغ الشرطة، بس سامانثا لا، جابت كشاف وربطت موبايلها وقررت تدخل. دخلت وزحفت من الفتحة لحد ما لقت نفسها مش جوه حيطة، لا، جوه شقة كاملة مستخبية. شقة حقيقية فيها أوضة، مطبخ، حاجات مكسرة، أكياس زبالة، شكاير، كوبايات، هدوم، وفي أثار حد كان عايش فعلا، حد كان بيتسلل لشقتها من ورا المراية. لما طلعت وشها كان مصدوم، ونزلت بعدها فيديو بكل اللي شافته، والبوليس جه وأكد إن فعلا في شقة ورا الحيطة، ومفيش أي ورق عليها ولا حتى في السجلات العقارية. لحد النهاردة محدش عارف مين كان عايش في الشقة دي، دخل إزاي وخرج إمتى، بس الأكيد إن سامانثا ما كانتش لوحدها. لو عايز تعرف قصص تانية حقيقية وأغرب من الخيال، اشترك في القناة وفعل الجرس.